المقامة الأمينية. حكى الصاحب بن حبيب قال: اشتد بي الحنين في بعض السنين إلى زيارة الشريف محمد الأمين، فلما اشتد حر الغليل ولم تعد تجدي المداراة ولا التعليل، أمضيت الركاب للنوى إلى حيث الماجد الأمين ثوى، فقيل لي إنه في البلاد قد ضرب قيل لي إنه في النشير قد ضرب القباب، والتف به الرواد والأصحاب، فبين أفري بيد تلك البلاد إذ تراءى لعيني من بعيد السواد، فدنوت فإذا خيمة كأنها التل ممددة الأطناب والظل، تحتها رجال كبار تبدو عليهم السكينة والوقار، وبجانبهم امرأة رزينة عليها سيماء خفر وسكينة، فبادرني منهم كريم مهيب فرحب بي أيما ترحيب، وساعدني حتى أنخت المطية، وأنزل الرحل يردد التحية، وقال: حللت في مكان سهل وعلى أقرب أهل، فزال عند ذلك همي وانقشع غمي، فلما حللت حيث انتهى بي المقام بين تلك الوجوه الكرام، بادرني بالشراب ثم بكؤوس شاي مستطاب تنسي الغريب وفرقة الأحباب، وبعد ذلك بموائد من كل ما لذ وطاب، وبعد طول السمر تحت ضوء القمر أسلمنا الجفون للكراء لنستريح من وعثاء السراء، وفي الصباح تبين الأصل الصراح، فإذا المضيف هو الشهم الودود محمد الأمين بن عبد الودود، شريف الشرفاء أبناء فاطمة الزهراء، ذو الأصل الأصيل والمنبت النبيل، ابن آباء كرام عرفتهم الدنيا وطؤطئت لهم الهام، حيث ملكوها بالمدفع والقلم، فلم يعب عليهم قول ولم يسقط لهم علم، إنهم آل عبد الودود، أهل البأس والجود، درء الحسود وموئل الوفود، من عرفهم القاصي والدان، وسارت بذكرهم الركبان، ونطق بمآثرهم الزمان، وحلي بهم المكان، أطواد الأعلام وأولو الأحلام، ذو الهمم العوال والغايات التي لا تنال ولا تصل إليها الرجال إلا ببذل النفيس والغال، فهيهات أن يحصي الثناء عليهم مادح أو أن يستنفد فضائلهم ماتح. قال الراوي: فلما أزمعت الترحال عن ذلك الكريم المفضال، ودعني أحر وداع، وأثقل راحلتي بالزاد والمتاع، فرحلت ولساني لهج بذكره وعاجز عن شكره، وأنشد لسان الحال فيه قول من قال: سيد قلب سبوق مبر فطن مغرب عزوف عيوف مخلف متلف أغر فريد نابه فاضل ذكي أنوف مفلق إن أبان طب إذا ناب هياج وجل خطب مخوف. محمد والمحمد حبيب الله الحسني.